تعالوا تعالوا يلا بسرعة كده اوام اللي ليها في القرنبيط وبتحبه وتعشقه تيجي معايا عشان هقول لها ازاي تفرزه ويقعد معاها كمان سنة من غير ما يطرى ولا يبوظ منك ولا تطلعيه يبقى زي المية ولا اي حاجة. يلا بس سموا بسم الله وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا هنا نجيب قرنبيطتين كده، هاتي الكمية اللي تريحك، مش هيجرى لها اي حاجة خالص وعلى ضمانتي ماشي كده. انا جبت قرنبيطتين اهو، قلت اشيلهم ليه بقى؟ هينفعك بقى في رمضان، ممكن في السحور، ممكن على الفطار، في اي وقت. المهم ان انت لو بتحبيه هتستخدميه في اي وقت انت حباه ماشي. الارنبتين دول انا جبتهم ايه، الواحده ب 20 جنيه ماشي. الموسم خلاص، خلي بالكم ان هو هيخلص خلاص يعني ماشي. وادي واحده التانيه اهي، بدات ان انا اقشرها. كنت شايله الراس طبعا، كنت مخليه الست الفلاحه شايله الراس بتاعتها. وبدات ان انا اقطعها كده، ولو فيها اي قشره فيها اي حاجه انا ايه بنضفها وبقطعها التقطيعات اللي انتوا شايفينها دي. بس طبعا مش دي كبيره، ده لسه هنقطعها قطع صغيره يعني، بس انا بوريكم ان هي طالعه بسم الله ما شاء الله مورده ازاي وجميله ماشي. القرنبيط ده انا بعشقه فعلا، بيطلع جميل قوي قوي قوي، وفي اي وقت في شتاء صيف انا بحب اكله صراحه. الطريقه دي خدتيها منين يا منى؟ على فكره انا عايزه اقول لكم ان انا كذا مره والله وجربته مع نفسي كتير، يعني افرزه كده لقيته بيطرى منه. وبعدين سالت الست اللي هي بعتهولي، قالت لي لا ده تعالى اقول لك على الطريقه، والطريقه دي اللي انا هقولها لكم دلوقتي ماشي. بس يلا كده ادوني لايك وادوني شير وشجعوني عشان اعمل لكم حاجات حلوه كتير قوي 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 قوي. المكون ده ايه؟ ده كمون، الميه بتاعتك تبقى بسخنه بتغلي ماشي، معلقه من السكر، شويه ملح. الثلاثه دول هتحطوهم مع بعض في قلب الميه السخنه تمام كده. اوعي تحطي القرنبيط في ميه بارده ولا حاجه تمام. خليكي معايا ركزي في الخطوات بتاعتك علشان تطلعيه كويس قوي. القرنبيط ده هيقعد في الميه قد ايه؟ هيقعد هي دقيقه واحده يا بنات، اوعي تقعديها اكتر من كده. خلي بالكم ان انا مخنفه شويه عشان انا عندي برد تمام. وهتاكلي قرنبيط بالبيض؟ اه ده انا هاكله ومش مش عايزه اقول لكم انا هعمل ايه ماشي. المهم وتكوني محضره جنبك صفايه مصفى اي حاجه، المهم ان هي تكون ايه، مش مشكله يعني، المهم ان هي تكون حاجه ايه تصفي منها، يطلع من الميه السخنه على الصفايه على طول دقيقه واحده، لا يجوز له دقيقه ونص ماشي كده. انا اهو نبهت عشان ما تجيش تقولي انا عملته واضطر مني تمام كده. دقيقه واحده فقط لا غير، وده كلام الست اللي هي بتبيع القرنبيط تمام ونصحتني. وعايزه اقول لك ان انا جربت مره واتنين فعلا على كلامها كده، وفعلا طلع معايا جميل جدا جدا جدا. لو تلاحظوا الفيديو اللي احنا كنا فطرانين فيه قرنبيط جنب الفول والحاجات ديت، كان قرنبيط مفرز وانا كنت عاملاه وطلعته ايه على طول كده ورحت قليه تمام كده. هاتي بقى بعد ما تصفى منك كده حلوه قوي من الميه السخنه، هاتي صينيه كده او اي حاجه واسعه تكون مسطحه، تحطيه عليها يبرد تماما. ليه؟ اوعي تحطيه في قلب الاكياس او العلب اللي انت هتحطيه فيها، بس طبعا انا بفضل الاكياس، بلاش موضوع العلب ده الا لما يبرد خالص تمام كده. بصوا وادي المره الثانيه اهي، بصوا اوعي تخليه، بصي انا هخليكي تلاحظي حاجه، ان العروق بتاعته ما اصفرتش، اصفرت يبقى دي اتهرت منك وعلى طول قومي قليه وكليه. انما انا سايباها خضره زي ما هي، معنى ان هي دقيقه في نفس الوقت استوت، وفي نفس الوقت لما تيجي تقليها هتلاقي كانك لسه عاملاه طازه، لسه سلقاه طازه دلوقتي حالا. بصي اهي، بصي الخضر بتاع العروق بتاعتها جميله ازاي، مش عايزه اقول لك والله العظيم. هيبقى تحفه تحفه تحفه، وهتتعودي ان انت تفرزيه كل سنه ومش هيبوظ منك ولا حاجه ان شاء الله باذن الله. بس انت لما تيجي تعمليه او تعملي اي حاجه تسمي كده بسم الله وتقولي توكلت على الله يا رب، وتصلي على رسول الله. وعايزه الفيديو دوت يتملي تعليقات بالصلاه على رسول الله عليها افضل الصلاه والسلام. حطي الكميات اللي تريحك انت وعدد افرادك انت، والوجبه اللي هتعمليها بقى هتعمليها غدا فطار عشاء براحتك خالص، دي بتاعتك انت. انا حطيتهم كده 3 اكياس لان انا لسه مفرزه من كام يوم في اللايف على الصفحه بتاعت مطبخ منى زكريا على الفيس. لسه مفرزه شويه صراحه يعني، ما بستغناش عنه. فانا عندي كميه الحمد لله واستكفيت على كده. وكل سنه وانتوا طيبين. واوعي تفوتي موسم القرنبيط قبل ما تفرزيه. اول واحده تنزل على اليوتيوب بتفريز القرنبيط او على الفيس بتفريز القرنبيط، فرزيه وعلى ضمانتي هتندمي لو ما عملتهوش. كل سنه وانت طيبين. ده عامل زي الكرنب بالظبط يعني، نكهته وريحته في البيت جميله جدا جدا جدا، وطعمه اجمل والله بشويه سلطه كده جنبه، اي حاجه جنبه هتتاكل وبيبقى زي العسل. بيتكلف شويه بس مش مشكله، يلا هنعمل ايه، ما هو موسم بقى. بصوا انا عملته على 3 اكياس وفرستهم كلهم على قد كده بسم الله ما شاء الله.
بحيث لو انا حابه اعمله مثلا غدوه ولا حاجه ولا عشوه ولا اي حاجه يعني ايه، هعمل اكله وجبه كامله يعني. فماني بص بسم الله ما شاء الله، وهحطه ما حطيتوش في الاكياس الا لما اطمنت ان هو برد تماما، بدات ان انا اعبيه في الاكياس. وصلت معايا لحد اخر الفيديو، صلي على رسول الله واديني لايك واديني شير وقولي لي يا منى تسلم ايدك.